من 1990 ل 2018 اتعمل 8 بطولات كاس عالم في 8 بلاد مختلفة بتكلفة كلية وصلت ل 48 مليار دولار. لو ضربنا مجموعهم كلهم في 6 مش هيجيب تكلفة كاس العالم اللي بيتعمل في قطر دلوقتي اللي اتكلفت حوالي 300 مليار دولار طبقا لمجلة دي ايكونومست، اللي ممكن يخلي دولة تدفع كل الرقم ده عشان تكسب 17 مليار دولار بس، زي ما توقع رئيس التنفيذي القطري لكاس العالم. ده كده هم حرفيا بيتاجروا في الخسارة. وازاي قطر قدرت تكسب امريكا وكوريا واليابان بالرغم من انها كانت اقل دولة فيهم من حيث الامكانيات اللي بتدور عليها اتحاد الفيفا؟ تخيل ان تعدادها السكاني كان 2 مليون نسمة وقتها، هتبقى قادرة ازاي تستقبل 1.5 مليون سايح زيادة عليهم؟ ده كده محتاجين دولة جوه الدولة. والغرب عملت حرب كبيرة على قطر من ساعة ما كسبت استضافة كاس العالم، وكل ده كوم والجانب المظلم لكاس العالم اللي الناس كلها خايفة تتكلم عنه كوم تاني. في 1872 في مدينة جلاسكو في اسكتلند اتلعب أول ماتش كورة دولي، وكان بين منتخب انجلترا ومنتخب اسكتلندا، واول دوره رسميه اتعملت ما بين الدول كانت بريتش هوم تشامبيونشيب. وساعتها الكوره كانت لسه لعبه جديده على الساحه، بس الناس حبتها وشعبيتها كبرت، وعشان كده الكوره دخلت في اولمبياد الصيف سنه 1900 و1904 كرياضه استعراضيه، يعني ملهاش ميداليات ولا اي حاجه. هما بس كانوا بيجسوا نبض الجمهور، عجبتهم اهلا وسهلا، ما عجبتهمش مش هنجيبها تاني في الاولمبياد. واللي حصل ان الكوره وروح المنافسه الكبيره اللي فيها عجبت كتير قوي من الناس، وده اللي خلاها رياضه رسميه في الاولمبياد بدايه من 1906. كره القدم بقت هي الرياضه الاكثر جماهيريا دلوقتي، وكاس العالم هو اكتر بطوله رياضيه الناس بتستناها في العالم كله. واكيد زي ما انت كنت مستني كاس العالم كنت مستني فيديو مني عن كاس العالم، بس انا ما بفهمش الكوره، ليه بتكلم عن كاس العالم؟ لان كاس العالم ليه علاقه بالبيزنس والمصالح اكتر بكتير ما هو ليه علاقه بالكوره. حرفيا اكتر من نص الكوكب بيستنى كاس العالم كل 4 سنين عشان يا اما يشجعوا المنتخب بتاعهم او المنتخب اللي فيه لعيبه بيحبوها، والدوله اللي بتستضيف البطوله دي بتبقى كانها كسبت جايزه، لانها بتبقى فتحه خير عليها كبيره قوي بسبب العدد الكبير جدا من المشجعين اللي بيجي الدوله دي، واللي بيخلي الفنادق عندها نسبه اشغالها 100%، طبعا غير الفلوس اللي بيصرفوها على الاكل والشرب واللبس والسوفونيرز في البلد، وبجانب عقود الاذاعه والتغطيه الاعلاميه. بس انك كدوله تستضيف كاس العالم دي حاجه مش بالسهل كده انها تحصل، دي اصعب من انك انت تكسب كاس العالم ذات نفسه. مبدئيا عشان تستضيف كاس العالم عندك بتقدم قبل البطوله ب10 سنين، قطر كانت مقدمه عليها اصلا من 12 سنه، بس مش دي المشكله، الفيفا بيبقى عندها شروط كتيره قوي لازم تبقى موجوده في الدوله اللي هتستضيف كاس العالم. الشروط اللي الفيفا بتحطها دي اهمها هي البنيه التحتيه للبلد اللي عاوزه تستضيف كاس العالم، انها تكون مؤهله لاستيعاب الكم الكبير جدا من المشجعين اللي هيجي البلد دي، والشروط دي متمثله في الاستادات والفنادق والمواصلات وشبكات الطرق والكباري وشبكات الموبايل والنت والكهرباء. طبعا عرفت ليه عمرنا ما هننظم كاس العالم. بس لو بصينا على قطر في الوقت اللي قدمت فيه على استضافه كاس العالم ما كانتش بالشكل اللي احنا شايفينه النهارده. ازاي قدرت تكسب امريكا وكوريا واليابان؟ قدموا ورق للفيفا في رؤيه قطر 2030، ايوه زي رؤيه مصر 2030 اللي بنشوف اعلاناتها دلوقتي، ده طبعا غير الخطه الجديده اللي عملوها عشان انشاء استادات لكاس العالم. وفي 2010 فازت قطر بتنظيم كاس العالم 2022. Today we celebrate, but tomorrow the work begins. كاس العالم كان اكبر محفز لقطر انها تبقى الدوله اللي طول عمرها بتحلم بيها، وانها تحقق جزء كبير من رؤيه 2030 قبل 2022، وبقت في سباق بينها وبين الزمن، والمشاريع الانشائيه بدات في كل حته. حرفيا قطر ما بقتش شايفه قدامها غير كاس العالم في اخر 12 سنه، وفرص عمل كتيره جدا اتفتحت بسببها. بس تفتكر ليه قطر صرفت 300 مليار دولار على كاس العالم مقارنه بدوله تانية زي امريكا اللي كل اللي دفعته كان 500 مليون دولار بس لما استضافت كاس العالم في 94؟ ال 500 مليون دي قطر بتصرفها اسبوعيا بقالها 12 سنه، تخيل. قطر في الوقت اللي قدمت فيه عرض استضافه كاس العالم ما كانش عندها غير استاد واحد بس اللي معدي الستاندرز بتاعه الفيفا، ووعدت الفيفا ساعتها ان هيكون عندها 8 استادات، 7 جداد بجانب تجديد الاستاد القديم بتكلفه كليه 6.5 مليار دولار، مع تزويد شويه مصاريف تشغيل واداره واللازم منه هتوصل ل 8 مليار دولار. سعر الاستادات اتضرب في 3 عشان عملوها مكيفه، لان هم عارفين ان اغلب الناس اللي جايه من اوروبا وامريكا جو الخليج بالنسبه لهم حر جدا، وقطر ما كانتش عاوزه اي حد يشتكي. الاستادات دي فيها ميزه مش موجوده في اي نسخه تانية اتعملت في كاس العالم، هقولك عليها بعد ما اقولك على الاستادات. اول استاد هو استاد خليفه الدولي، وده الاستاد اللي كان موجود قبل كده واتجدد. تاني استاد هو 974، والرقم ده هو كود الاتصال الدولي لقطر.
والمميز في الاستاد ده انه مبني بالكامل من الكونتينرز وكله معاد تصنيعه، وهتعرف ليه بعد شويه. تالت استاد هو استاد الجنوب، ومن اسمه انت اكيد توقعت ان هو موجود في جنوب قطر. المميز في الاستاد ده انه اتصمم من اعظم مهندسه معماريه حديثه، وهي زها حديد. دول الخليج زمان كان مصدر دخلها هو تجاره اللؤلؤ، كان البحاره بيغوصوا ويصطادوا الصدف وبيطلعوا منه اللؤلؤ. حاجه زي كده تعتبر تراث لدول الخليج العربي، واللي منهم دوله قطر. زها حديد صممت الاستاد ده من بره على شكل صدفه، ومن جوه وانت فيه هتحس انك في مركب شراعي، حاجه في قمه الجمال. رابع استاد هو استاد البيت، واستكمالا للتراث فهو شكله على شكل خيمه عربيه. خامس استاد هو استاد الثمامه، وهي الجحفيه اللي هي الطاقيه البيضاء المدوره دي. سادس استاد معانا هو استاد احمد بن علي، وده كان امير دوله قطر، واللي في عهده استقل عن الوصايه البريطانيه واعلن انشاء دوله قطر. الملعب ده وانت فيه في اي حته هتحس نفسك في الدرجه الاولى. الاستاد السابع هو استاد المدينه التعليميه، واللي من بره على شكل الماس. الاستاد الثامن والاخير هو ملعب لوسيال، وده اللي هيتلعب فيه نهائي كاس العالم، وسعته 80,000 متفرج. الاستادات دي فيها ميزه مش موجوده في اي نسخه تانية حصلت في كاس العالم. زي ما انت عارف ان قطر من كتر ما هي صغيره وانت على السرير، لو موبايل قاري اللوكيشن ان انت في الدوحه، لو اتقلبت الناحيه الثانيه ممكن تلاقي اللوكيشن في السعوديه. الاستادات قريبه من بعض جدا، وده اللي هيتيح للناس انها تتفرج على اكتر من ماتش كاس العالم في نفس اليوم. بس انت عارف ايه هو الجانب المظلم للاستادات دي؟ خلينا نرجع ل 2014 في البرازيل. لما استضافوا كاس العالم، استاد ماني جارينشا اللي اتلعب فيه نهائي البطوله، الحكومه كانت حاطه له ميزانيه 300 مليون دولار، بس ده ما حصلش وكلفهم حوالي مليار دولار، ويا ريتها جت على قد كده. الاستاد ده دلوقتي موقف اتوبيس، يعني اخرته بقى زي موقف السلام عندنا. وبرضه في النسخه اللي قبلها من كاس العالم في جنوب افريقيا كانت تكلفة الاستادات المحطوطة 225 مليون دولار، واللي دفعوه فعلا كان أكتر من 2 مليار دولار، يعني أكبر 10 أضعاف من المتوقع. واللي زود الطين على دماغهم إنهم ما لقيوش أي حد يأجر منهم أي حتة في النادي، فجنوب أفريقيا اضطرت إنها تتحمل تكلفة الصيانة والتشغيل كل سنة، واللي بتبقى بملايين الدولارات، وفي الآخر الدولة أصلا مش محتاجاها. لو جينا حسبناها بالعقل هنلاقي ان كل الاستادات دي هتتركن بعد كاس العالم زي ما اتركنت قبلها في البرازيل وجنوب افريقيا. ده البرازيل بلد الكوره وعددهم داخل على 212 مليون، والاستادات بتاعتهم اتركنت. امال قطر اللي عدد سكانها اقل من 3 مليون هتعمل ايه بكل الاستادات دي؟ بس قطر اتعلمت من تجربه اللي سابوها، وعملوا افكار صايعه قوي للاستادات بتاعتهم. مبدئيا كده استاد 974 بعد كاس العالم هيتفكك ويتم اعاده استخدامه بالكامل في حاجات تانية، وكتير من الكراسي اللي في الملاعب كلها هيتم بيعها او التبرع بيها. استاد احمد بن علي هيتم تسليمه لنادي الريان، والدوله خلاص مش هتبقى مسؤوله عنه. واستاد البيت اللي على شكل خيمه، الاجزاء اللي فيه من فوق هتتحول لفندق 5 نجوم. يعني من الاخر قطر عارفه حجمها كويس، وعارفه ازاي هتتجنب الاخطاء اللي غلط فيها الناس اللي قبلها. ده غير انها ما استلفتش اي فلوس عشان تبني الاستادات دي، فمفيش اي فوائد او اي حاجه جت عليهم. وبكده ده كان الجزء الاول من التكلفه اللي دفعتها قطر لكاس العالم، واللي مجموعها 8 مليار دولار. بس ده كله يعتبر فكه من اصل ال 300 مليار اللي اتصرفوا على كاس العالم. امال الباقي راح فين؟ في 2010 بعد ما فازت قطر بتنظيم كاس العالم بدأت حرب الغرب عليها. الغرب ما كانوش مصدقين ان ازاي دولة عربية تغلبهم وتفوز بتنظيم كاس العالم، وده طبعا خلى الدنيا تقوم وما تقعدش، ويتحججوا ويقولوا ازاي هنقضي اكتر من شهر في قطر اللي تقريبا درجة حرارتها على طول فوق ال 40. وقتها قطر الكلام ما عجبهاش، وردت عليهم ان كاس العالم هيكون في الشتاء مش في الصيف. مش بس كده، ده احنا كمان هنعمل شوارع مكيفه، وكل الاستادات هي كمان مكيفه. هذا شارع كله مزود بالتكييف. بس برضه كان عندهم اعتراض على حجم الدوله، قالوا دي صغيره قوي، وكمان البنيه التحتيه بتاعتهم مش قد كده. والصراحه فعلا وقتها كان ده حقيقي. قطر في 2010 كانت كثافتها السكانيه اقل من 2 مليون نسمه، يعني قد شبرا عندنا، والبلد مكفياهم وعلى قد حاجتهم والدنيا زي الفل. تخيل لو جينا وحطينا 1.5 مليون كمان فوقيهم في يوم وليله، ايه اللي هيحصل؟ شفت زحمه كوبري 6 اكتوبر يوم الخميس الساعه 3 هتبقى اكبر منها. فالسياح اللي جايين عشان كاس العالم في ماتشات كتيره قوي هتفوتهم بسبب الزحمه، ده غير انهم مش هيلاقوا فنادق اصلا تكفيهم. فعشان كده من اكتر الشروط اهميه بالنسبه للفيفا هي البنيه التحتيه. بس دي كلها اسباب وهميه، لان الغرب السبب الحقيقي لرفضهم لقطر انهم مش بيدعموا اللامؤاخذه. بس مش ينفع اقول برضو عشان خاطر اللامؤاخذه الفيسبوك هو كمان بيتضايق. قطر كان قدامها 12 سنة عشان حرفيا تبني دولة جديدة، وده اللي خلاها تستقطب عمالة من كل الدول اللي حواليها، والبلد كلها كانت شغالة كل يوم ما بتقفش عشان يلحقوا ينفذوا المشاريع دي كلها قبل كاس العالم.
اول مشروع هو مشروع مترو الدوحه عشان تربط المدينه كلها ببعض، واللي تسهل حركه التنقل بتاعه الناس، وده كلف الدوله 36 مليار دولار. تاني مشروع بقى هو تطوير مركز مدينه الدوحه، دي اللي هي وسط البلد عندهم، عشان تكون مدينه حديثه وذكيه ومستدامه وصديقه للبيئه، واللي اسمها مدينه مشارب. وعشان وسط البلد هي دايما اللي بيبقى فيها التراث بتاع الدوله، جنبها بالظبط في سوق يعتبر اقدم سوق في الدوحه، واللي فيها هتلاقي تراث الدوله وتاريخها اللي عمره 250 سنه. ومشروع التطوير ده اتكلف 4.5 مليار دولار. تالت مشروع بقى هو اكبر مشروع عملته قطر في الفتره دي، وهي مدينه لوسيال، واللي اتبنت شمال الدوحه عاصمه قطر. المدينه دي تقدر تشيل 450 الف شخص، وفيها ترام كهربائي عشان يسهل حركه الناس بدل العربيات. وفيها طبعا استاد لوسيال اللي هيتلعب فيه نهائي كاس العالم. المدينه دي لوحدها اتكلفت 45 مليار دولار. الرابع مشروع هو توسعه مطار حمد الدولي عشان يقدر يستوعب 58 مليون مسافر سنويا بتكلفه حوالي 15.5 مليار دولار. ده غير انه تم تشييد اكتر من 1800 كيلومتر من الطرق في قطر، وزود عليهم 200 جسر و140 نفق. ده غير مشاريع تطوير التعليم والنظام الصحي والسياحه والفنادق والمتاحف. دخلنا كده في توتال حوالي 300 مليار دولار. كاس العالم هي فرصة جت لقطر على طبق من ذهب، لأنها الفرصة اللي قدرت تخليها الدولة اللي طول عمرها تحلم بيها. دولة زي قطر تعتبر دولة صغيرة في منطقة من أكتر المناطق الحر في العالم، عمرك ما تفكر تزورها كسياحة، لكن عشان الكورة هي اللعبة الأكثر جماهيرية في العالم بأكتر من 5 مليار محب ليها، وكاس العالم هي البطولة الأكثر شهرة فيها، فتخلي كل الأنظار تروح ليك، فلازم تبان بأحسن صورة ليك، فالناس تشوفها وتبدأ تقول إيه ده، تصدق فعلا الدولة دي جميلة قوي، أنا إزاي ما كنتش أعرفها. ودي اول مرحله في الماركتنج فانل، وهي الاويرنس، ان الناس اصلا تعرف بيك، وانت هنا مش عاوز منهم اي حاجه غير ان هم يتفرجوا، وانت موفر لهم كل عناصر الابهار اللي ببساطه هتنقلهم على المرحله الثانيه كونسيدريشن. الناس لما عرفت بيك بسبب كاس العالم وجم عشان يحضروا الماتشات وشافوا ان الحته اللي في الصحراء دي ما بقتش صحراء زي ما هم متخيلين، لا دي دوله من اكتر الدول تطورا في العالم، فيها حاجات عمرهم ما شافوها قبل كده. سبحان الله، دول بشر زينا بيفطروا بره وعندهم مطاعم وكافيهات، لا وكمان عندهم ستاربكس، وتاريخ وحضاره من اكتر من 300 سنه ما نعرفش عنها حاجه. مش بس كده، ده كمان قطر طول ما انت في الشارع هتهريك هدايا عشان لما ترجع بلدك تفضل فاكرها وتوري اصحابك، ويبقوا عاوزين يشوفوا البلد الكيوت اللي بتوزع هدايا دي، وبكده هتقدر تنقلهم للمرحله اللي بعد كده. المرحله الاخيره من الفانل هي الكول تو اكشن او الكلوزنج، ودي اللي هنشوفها ان شاء الله بعد كاس العالم، وبعد ما الناس سمعت عن الدول العربيه اللي ما كانتش تعرفها قبل كده وقد ايه هي جميله، والفكر الغلط بتاع ان البلاد العربيه هي بلاد مش متحضره كلها صحراء ومليانه جمال هيتغير خالص، وهتبدا الناس تفكر مش بس في قطر ان هي تجيها سياحه، ده كده قطر والامارات متحضرين، اكيد الباقي كله كويس برضه، فتبدا المنطقه كلها السياحه فيها تعلى، ودي هتبقى فتحه خير كبيره على الشرق الاوسط كله مش على قطر بس. انا كريم حنفي، سلام.